الكلام دوّة للناس اللي عاملة مشاريع من البيت، ربنا يا رب كده يفتحها عليكم ويوسّع رزقكم. من أهم بقى الحاجات اللي بتخلّينا ننجح في شغلنا إن إحنا نستخدم خامات كويسة علشان يطلع طعم الحاجة حلو ومميز. ما هو طبيعي الناس مش هتحب إن هي تشتري حاجة من البيت مثلًا إلا إذا لو هي مميزة، فإحنا هنختلف بإيه، بإن إحنا نخلّي طعم الحاجة بتاعتنا كده ليه جودة وتيست عالي، ده بإننا يعني نستخدم خامات ومواد حلوة. لإن أنا كده باعتبر الشغل من البيت أو شغل الcatering سواء بقى أكل حادق أو أكل حلو، من الحاجات اليدوية الجميلة اللي ستات البيوت نجحت كتير فيها. وطبعًا كوّنت قاعدة عُملا فعلًا حابين الحاجة. قولوا لي بقى كده في الكومنتات مين فيكم شغّال كده حلو أو حادق، وبتشتغلوا إيه وبتستخدموا مواد خام عاملة إزاي، وقولوا لي كمان الأسعار بتاعتكم وأنتم أماكنكم فين كده. لعل وعسى كده ربنا يجعلنا خير في إن إحنا نبقى سبب ورزق كده في إن إحنا نساعد بعض كُلّنا، وكل اللي عنده حاجة مهمة يقولها في الكومنتات.